السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك اخويا؟ نجرب الاكل عندكم. على راسي. شنو اللي عندكم؟ عندنا لحمه بعجين، عندنا بيتزا، فطاير بالجبن ومناقيش. اليوم جاي نجرب لحمه بعجين، شنو اللي عندكم؟ عندنا لحمه بعجين الساده الستاندر، ساق عجل. عندنا لحمه بعجين بالجبن جبن موزاريلا. تمام. ولحمه بعجين على البيض. تمام. خلينا نسوي لنا من كل وحده نوع ونجرب ونعطيكم راينا. دلل. هذا الطلب اللي طلبناه من مستر كراميل. هنا معطينا المنيو مالتهم. عندك المأكولات عندهم بيتزا فصول 4، دجاج، خضار، مارتديلا. هذا اللحمة بعجين. هذا هنا عندك العصائر، وهنا حاطين العنوان. هذا المنيو مثل ما قلنا لكم. طبعا احنا طلبنا كل انواع اللحمة بعجين. عندك هاي لحمة بعجين بالجبن، لحمة بعجين بالجبن هيك تصير أول وحدة. وعندنا ثاني وحدة اللي هي السادة. هاي آخر وحدة اللي هي بالبيض. طبعا حاطين ماي كاتشب، وهذا مايونيز. طبعا حاطين 4 شباب. نجي نجرب أول وحدة اللي هي بالجبن. بسم الله بسم الله. الجبن طيب، العجينة كلش خفيفة مثل ما قلت لكم وهشة. نجرب هسه السادة اللي هي لحم. بس هاي السادة ايش راح نسوي لها؟ راح نضيف لها شوية مايونيز. بسم الله. الطعم حقيقة طيب، ويا المايونيز كلش طيبة. هسه بقت آخر وحدة اللي هي بالبيض. بسم الله. طيبة. حبيت طبعا الثلاث أنواع. بالسادة كل طيبة، واللي بالجبن طيبة، واللي بالبيض طيبة. طبعا مستر كراميل يسوي عصائر هم. راح نجرب عنده عصير الرمان. طبعا تجي شو اسمه مغلفة. قصبة يسموها له ماسولة. والله هاي مختلف عليها، ناس تسميها قصبة وماصولة، ناس تسميها شفافة. راح نجرب ونعطيكم رأينا. بسم الله. حامض وحلو، راقي كلش وطبيعي. انا سألتهم قالوا لي طبيعي. بنهاية الفيديو اقترحوا لنا وين راح ناكل. هيجي